حاجات ما حدش هيقول لك عليها في العمل الحر، وده الجزء السابع. كم مره شفت كذا حد بيبقى مهارته اقل منك بس بالرغم من كده بيجيب عملاء اكتر منك؟ والسر هنا في طريقه تقديم البروبوزل بتاعه للعميل. برضه يعني ايه؟ بكل بساطه انا مش هروح للعميل اقول له انا فلان الفلاني وبعمل بقالي 15 سنه اللي مش عارف ايه في الوقت الفلاني وعملت كذا وعملت كذا. العميل مش محتاج يسمع كل الكلام ده، لان بالفعل اسمك واضح، لان الاكونت بتاعك اول حاجه فيه هو اسمك. تاني حاجه، اوريدي خبرتك موجوده في معرض الاعمال بتاعك او الجاليري بتاعك جوه الويب سايت اللي انت شغال عليه، فبالتالي المعلومات دي كلها ملهاش لازمه ان هي تتكتب. طيب العميل اصلا عايز ايه؟ حط نفسك مكان اي عميل. العميل محتاج يسمع ايه؟ محتاج يسمع المشروع ده هيتنفذ في قد ايه، والجوده بتاعته هتكون عامله ازاي، والتسليم بتاعه هيكون عامل ازاي. وبالتالي العميل بيشتري راحته، وده اهم سبب بيخلي اي عميل يتعاقد مع اي مستقل او اي موظف، ان هو بيشتري راحته. فبالتالي السيلينج بوينت بتاعتك او النقطه اللي انت لازم تركز عليها في العرض بتاعك، اللي انت ازاي تحسس العميل ده بالراحه لما يجي يشتغل معاك او يتعاقد معاك. ودي النقطه اللي هتجيب لك كل العملاء. حاول تغير تفكيرك للنقطه دي تحديدا، وتابع الفيديوهات اللي جايه علشان تعرف اكتر ان ازاي تجيب عملاء. ما تنساش اللايك والفولو. سلام.